إخواني، بس في عندي رسالة قصيرة ضروري أحكيها معاكم. وهذا الموضوع مهم جدا ويخص جميع السوريين تقريبا. امبارح كنت عم أحكي مكالمة عادية مع أحد أصدقائي الموجودين بأحد دول مجلس التعاون الخليجي. عم يحكي لي إنه الشهر الجاي عندي تجديد، عم يحكي وصوته مهموم. يعني قلت له خير، إيه وين المشكلة؟ قال المشكلة إنه التجديد كاسر ظهرنا. قال لي بالحرف الواحد، موضوع تجديد الجوازات. اليوم عندك أنت كسوري عم تدفع على حق الجواز $800، وأبشرك بدها تصير 1000 كمان، وراح تصير 1200، وراح تصير وتصير. طول ما العالم ساكتة وراضية راح يصير. راح تشوفون العجائب. فلهالسبب إخواني أدعو جميع السوريين الموجودين بدول الخليج وبالدول العربية إنه يتحركوا، يسووا تحرك على مستوى مجلس التعاون الخليجي، على مستوى الجامعة العربية، اللي هو يروحوا يشوفوا الائتلاف، يشوفوا متحدة، يعني الطريقة اللي تناسبكم. يعني صدقا أنا بهالموضوع جواز سفر كله على بعضه مو لازمني، وما بشتري بنص ليرة. بس عم أحكي يعني من حرقة قلبي وقت أشوف أولاد بلدي وإخواني وربعي، يعني اللي عم يشتغلوا بالخليج ليل ونهار تحت الشمس، عشان آخر شي يروحوا يشيلوها يحطوها، يدفعوها أتاوة لبشار الأسد ويدفعوا له إياه خاوة بالسفارة. قال رسوم تجديد $800. ولا صارت جوا سوريا 1000، يعني مشان تصير برا سوريا كمان $1000. والنظام شو عم يسوي كمان نفس الوقت؟ عم يشيع، عم ينشر إشاعات إنه راح يصير ب1200، مشان بس يصير 1000 بعد شهر شهرين، مشان تتقبلونها، تقول له أوف الحمد لله ما صار 1200. طبعا اخوان الموضوع ما راح يوقف هون. اذا ما تحركتوا وسويتوا اي حراك على مستوى جامعة عربية، على مستوى الشيء الوحيد اللي بدكم تطالبون فيه هو انه تحصلون على وثيقة سفر، جواز سفر، مثلك مثل اي بني ادم بهالكوكب. ما عم اقول لك مثلك مثل الامريكي او البريطاني او الفرنسي، لا لا، مثلك مثل الفلبيني، مثلك مثل الهندي، ما تفرق. نحن اللي يعني الحمد لله يعني صرنا أكثر شعب حكومته مو سالة عليه، رضي عاش مات عجبه ما عجبه، مو سالة الحكومة عنا نهائيا. يعني هاي، يعني لحتى أثبت لكم هالشي، إذا جبنا شخص من كوكب المريخ وفتحنا له خريطة العالم، قلنا له هاي خريطة العالم، وشرحنا له موضوع الجوازات، قلنا له هاي الدولة اسمها سوريا عندها أغلى جواز سفر في العالم، ليش يا ترى؟ راح يقول أكيد هذا الجواز له ميزات ويدخلك جميع دول العالم. لا، غلط. معناته يعني شو راح يبين؟ معناه انه هذا النظام اكثر نظام بالكرة الارضية مثل ما يقول مستخف بالشعب، ومو سائل على الشعب برا، اذا رضي ما رضي مو فرقانة معاه. ليش؟ لانه مثل ما حكى لي هذا الزلمة اللي كنت اخبركم عنه باول الفيديو، قلت له طيب ليش ما تتحركون، ليش ما تسوون شيء؟ جاوبني العبارة اللي كل السوريين ما شاء الله يعني شغالين عليها، قال مو طالع بإيدنا شيء. وهاي هي، نحن أصلا هاي موضوع مو طالع بإيدنا شيء، هذا هو المرض الشتى العلاوي، مثل ما يقولون. يعني مو طالع بإيدنا شيء، مو طالع بإيدنا شيء، إيه وأصلا النظام هلا هيك مبسوط عليك إنه مو طالع بإيدك شيء. روحوا اتحركوا، سووا التحرك. يعني على ما بعرف، يعني أنا بالنسبة لي صدقا ما أعرف شو هو التحرك المناسب، يعني اللي يتناسب الدول اللي انتم فيها. كل جالية تشوف تشتغل حسب الظروف، حسب المعطيات اللي عندها بالدولة اللي هي فيها، يعني الطريقة المناسبة، إن كان مناشدة أمم متحدة، مناشدة جامعة عربية، مجلس تعاون خليجي، تظاهر، وقفة تظاهر صامتة، أعمال تخريب، شغب، اللي ينفع، اللي يجيب نتيجة اشتغلوا. الشيء اللي بدكم تطالبوا فيه انه الشخص اللي تروحون لعنده، إن كان هاي الجهة، قولوا له السلام عليكم، نحن بدنا ملف الجوازات ينسحب من ايد النظام ويتسلم لأي جهة ثانية في العالم. يعني وهذا الموضوع بس الائتلاف مصعبينه. تلاقي الائتلاف عندهم سفارة بقطر، قال ايه تصدر كل شيء بس ما عدا الجوازات. ايش هالسفارة اللي بتهوي؟
عندك دول أوروبا، لأنه دول تفهم، السوريين اللي راحوا لهنيك، اللي عم يروح لجوء لسه قبل ما ياخذ الجنسية، يعطونه أول ما يعطوه كرت الإقامة يجي معاه جواز سفر اسمه جواز لجوء، جواز إقامة. هاي قبل الجنسية ياخذ جواز سفر مشان ما يظلوا حاجة عند النظام خالص. و... وثاني شي بأوروبا هو على الحالتين يعني مع مرور الوقت راح يتجنس. بينما اللي موجودين بالدول العربية وبدول الخليج لا محصلين جواز إقامة ولا الجنسية راح ياخذونها لو يظلون قاعدين 200 سنة بنفس الدولة. يعني هيك هم محتاجين جواز سوري، وصاير رقبتهم بإيد النظام. والنظام هاي المصاري حق الجواز هاي لا تفكر رسوم. مين اللي قالك رسوم $1000 يا زلمة؟ حق الأمريكي عم يدفع $150، والإماراتي عم يدفع $80، وياخذ الجواز يدخله كل دول العالم، وفي مدة تاريخ 10 سنين. يعني تقول لي هاي رسوم؟ هاي مو رسوم، هاي اسمها خاوة، هاي اسمها تشليح، هاي اسمها أتاوات. يا عم تروح تدفع له لبشار الجزية بالسفارة. يعني هاي المشكلة. والنقطة الثانية اخواني، اذا انتم ما تحركتوا ما حدا راح يتحرك، لانه صدقا ما حدا سأل علينا. ولا تنتظروا حدا، لا تنتظروا حدا يجي يشتغل لكم يمشي لكم بالموضوع هذا. اذا انتم ما مشيتوا فيه ما راح حدا يمشي فيه. والنظام طول انتم ساكتين وعلى هالحالة هو عاجبه النظام، يا سلام، نور عيونه انتم لبشار. راح تصير 1200 و1500 و2000 دولار، وبكرة انت تموت كمان يعني، ويجي ولادك يصير مثلا ايش قد راتبه بالشهر $2000، يشيل $1900 يروح يحطها بالسفارة لحافظ ابنه لبشار، ويخلي $100 له مصروف. يعني لأنه هيك هذا صاير مهزلة. دول العالم كل الجوازات تلاقي أسعارها متفاوتة، $80 $100 150 200 180 $70 $30. إلا الجواز السوري 800، وراح يصير 1000 يعني بعد شهر شهرين. وعم ينشر نظام مثل ما خبرتكم إشاعة إنه راح يصير ب1200، مشان بس صار ب1000 تقولوا الحمد لله ما صار 1200. هاي النقطة إخواني. النقطة الثانية اللي بدي أخبركم عليه إنه يعني الشخص اللي راح تروحون تطالبوه بهالأمور، قولوا له خيو بدنا مثلنا مثل السوريين الموجودين بأوروبا، ما لهم بحاجة سفارة النظام ولا شيء. صلى الله وبارك. يعني شوفوا، لأنه أوروبا دول تفهم، يقول لك ما بنروح نحن نعطيه المصاري للاجئ مشان يروح هو يعطيها لبشار الأسد. يعني هاي أول نظام بالتاريخ يصير يتاجر بالجوازات، يبيع الشعب جوازات سفر ويربح فيها، لأنه هذا موضوع الجوازات أحد الشرايين الأساسية اللي عم يدخلوا للنظام عملة صعبة. وحبايبي طبعا انتم بهالموضوع يعني وقت عم تروحوا تدفعوا مصاري للسفارة، راح تعطيت $800 مثلا أو 1000 لبشار الأسد. هل تكلفة جواز السفر قول $50، خليها 100. هل $700 الباقية وين راح تروح؟ يوزعها بشار الأسد على الفقراء والمحتاجين؟ لا والله، راح يروح يدفعها حق سلاح لروسيا، وحق رواتب لميليشيات إيران. يعني أنت اللي عم تتعب وعم تكد ليل ونهار بدول الخليج، عم تروح آخر شي تدفعها للسفارة مشان السفارة تدفعها يعني أنت بالأخير عم تروح تدفع رواتب الميليشيات الإيرانية زينبيون فاطميون، من مصاريك يا زلمة اللي محتلين بلدك، واللي من وراهم ما عم تقدر ترجع على سوريا. فأخواني الحراك لازم يكون يعني على جميع المستويات. يعني شوفوا ناشدوا أي يعني، لأنه يعني مثل ما راح حدا يجي يحل لنا الموضوع إذا نحن ما تحركنا. وهاي النقطة أخواني. النقطة الثانية أخواني، مشان موضوع الجوازات، الشخص اللي بده يستلم يمشي بهاي القضية ينتبه من شغلتين. ينتبه إنه إذا أحرز تقدم ما يجي النظام يساومه، يقول مثلا تحركتوا بهالموضوع مشي الحال، صار تجاوب من أمم متحدة أو من غيره أو
من الجامعة العربية مثلا فرضنا، نط النظام عمل خصم 50% على الجوازات، صار الجواز ب400 دولار. لا تقبلوا بهالشي نهائيا، لا تساوموا النظام. والنقطة الثانية، انتبهوا من الائتلاف عليه 100 إشارة استفهام، وكل العالم عم يقولوا مخترق من النظام. يعني يعني حطوا ببالكم، إذا اشتغلتوا بهالموضوع أول مين بده يحاربكم الائتلاف. وثاني شي إخواني، اللي بده يشتغل بهالموضوع واللي بده يتحرك فيه، يعني أكيد ما عندي شي أنا راح أقدم له إياه، بس أجره عند الله. يعني راح يكون زاح هم ثقيل يعني كثير من الناس المغتربين، إذا صاروا وسووا يعني، وبالنهاية جابت نتيجة الموضوع. وبالأخير إخواني، أنتوا عم تطالبوا يعني بأقل حقوقكم. يعني أقل حقوقك أنت أنه تحصل على وثيقة سفر، جواز سفر، بسعر مثلك مثل أي بني آدم على كوكب الأرض، بسعر غيرك. خيو ما أنك طالب أنت شيء إنه أنا لا، بس خلي يعني مثلك مثل كل هالبشر فقط. ليش يعني كل دول العالم تدفع $100 وأنت تيجي تدفع $1000 يعني؟ ها نحن السوريين يعني والثانيين كنز يعني، ولا وخاص نص اللي بالخليج، يعني الموجودين اللي عم يشتغلوا بالخليج كل واحد معه شي 5 10 بين أخوه متصاوب وأخته أرملة وما بعرف شلون، عم يبعث لهذا ويبعث لهذا، وفوق كل شيء عم يروح آخر شيء بيدفع مصاري للنظام. يعني وإخواني طبعا في شغلة مهمة، يعني هل أنتوا بهالحالة هاي الأموال اللي عم تدفعونها السبب من أسباب استمرار معاناة النازحين والموجودين بالمخيمات؟ أموالكم سبب من أسباب استمرار معاناتهم. هل يا ترى راح تقولي أكيد مجبور ما عندي حل وإيش بدي أساوي؟ هذا الكلام يا ترى هل رب العالمين يتقبل يعني يغفر لك ولا ما يغفر لك؟ عاد ما نتقول على الله، بس الشيء الأكيد إنه أنت شريك بمعاناة. أنت أموالك اللي عم تدفعها للسفارة أحد أسباب استمرار معاناة الناس اللي بالمخيمات. هاي ما يختلفون عليها اثنين. بس يا ترى رب العالمين راح يتقبل هاي الأعذار إنه والله مجبور وما كان ما عندي حل وإيش بدي أساوي؟ هاي ما نتقول على الله. وبالنهاية يا إخواني، ما يضيع حق وراه مطالب، وبس كونوا شعب منظم بتنحل أمورنا إن شاء الله. لأنه المشكلة صفت مو بشار، المشكلة صفت فينا نحن كسوريين. يعني اليوم إذا راح بشار وأجا غيره بده راح يمكن يزود سعر الجواز. ليش؟ لأنه نحن ما لنا كلمة. شعب النظام جرب، سوى ب600، سوى ب700، سوى ب800، ما حدا عم يحكي، ما حدا عم بكرة بده يصير ب1500 وب2000 دولار الجواز، ب3000، وما حدا عم يحكي، والنظام مبسوط. عنده بشار الأسد السكوت علامة الرضا. أنت عم رضيان، أنت ساكت ما عم تسوي شي، مو طالع بإيدك شي، أنت رضيان معناته. هاي هي. بالنهاية إخواني، حاول تكون نقطة الصفر البداية من عندك. لو اللهم أضعف الإيمان مثل ما يقولوا، شارك هالفيديو بلكي يصل لحدا يكون باستطاعته يغير، يسوي، يتواصل. هاي أضعف الإيمان يعني. وبالتوفيق للجميع إخواني، والسلام عليكم.